إذن يا إخوان الرواية اللي جابها الضيف كذب علينا وقال أن معاوية كان يأمر الناس أن يسبوا علي على المنابر. هل سمعتم في الكلام اللي قرأوا كلمة المنابر؟ حتى مش موجودة. طيب سمعنا في الرواية أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب، وهذا صريح أنه لم يأمره، لم يقل أمر معاوية سعدا أن يسب أبا تراب، هذه مش موجودة. فهذه كذبة ثانية كذبها الضيف الشيعي. فإذا الرواية ليس فيها أن علي بن أبي طالب أمر بالسب، وإنما سأله عن السبب، لأن هنا سؤال على سبيل الاستفهام، ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فذكر سعد بعض الفضائل لمن؟ لعلي بن أبي طالب. والعجيب يا مؤمن أن معاوية أقر هذه الفضائل ولم يحب الكنى إلى علي بن أبي طالب. فكيف يعقل غبي أن معاوية يكني علي بن أبي طالب بأحب الكنى وفي نفس الوقت يأمره بسب علي؟ أعوذ بالله على هذا الفهم السقيم. دي الرواية الأولى خلصنا منها. نعم. اللي بعد